بيقولوا عني الأكبر، بيقولوا عليا دوخت العالم، بيقولوا عني كنت مجنون، ويمكن كلهم كانوا صح. أنا اللي بتكلم الإسكندروس ابن فليبي المقدوني، وتلميذ أرسطو، واللي أمي كانت بتهمس في ودني وتقول لي إني مش من طينة البشر، إني سليل الآلهة. أنا الشاب اللي خرج من مملكة صغيرة من شمال اليونان وقرر إن حدود إمبراطوريته لازم تكون نهاية العالم المعروف. ناس كتير حكت حكايتي، مؤرخين، فلاسفة، شعراء، وحتى أعدائي اللي هزمتهم كل واحد حكاها على مزاجه. فريق شافني بطل ومحرر، وفريق تاني شافني غازي طاغي متعطش للدم. بس النهاردة والأول مرة هتسمعوا الحكاية مني أنا، هتسمعوا عن الطموح اللي كان بيحرقني زي الحمى، وعن الغضب اللي كان بيعميني ساعات، وعن الحلم اللي كان بيخليني أصحى كل يوم الصبح عشان أغزو أرض جديدة. النهاردة في نسمة صوت أنا الإسكندر هحكي لكم عن رحلتي القصيرة اللي غيرت وش الدنيا. هحكي عن معاركي وعن أعدائي، وعن صحابي اللي خانوني واللي فضلوا أوفياء، وعن حلمي بإمبراطورية عالمية واحدة بيمتزج فيها عقل اليونان بسحر الشرق. استعدوا تسمعوا القصة زي ما أنا عشتها، بكل مجدها وبكل جنونها وبكل وجعها. أنا ما اتربيتش عشان أكون إنسان عادي. من يوم ما اتولدت وأنا شايف نفسي مختلف عن كل اللي حواليا. أبويا الملك فيليب الثاني كان داهية عسكرية وسياسية، علمني إزاي أحكم بالسيف وبالعقل، وإزاي أخلي الرجالة يمشوا ورايا لغاية آخر نقطة دم فيهم. وأمي الملكة أولمبياس، الست القوية الغامضة دي اللي شبه الساحرات، زرعت في عقلي وقلبي الإيمان بإني مش مجرد ابن ملك، لأ، إن في عروقي دماء الآلهة، وإني اتخلقت عشان أعمل حاجات ما اتعملتش. ولما كبرت شوية أبويا ما جابليش أي معلم والسلام، ده جابلي أعظم عقل في زمانه علشان يعلمني، الفيلسوف أرسطو. أرسطو ما كانش مجرد أستاذ، ده فتح دماغي على الدنيا كلها، علمني الفلسفة والمنطق والسياسة، وزرع في روحي عشق الثقافة اليونانية، وحببني في شعر هيموروس. كنت بنام والإليزا تحت مخدتي وبحلم إني أخيل الجديد، بس طموحي كان أكبر بكتير من إني أهدم طروادة. أنا كنت عايز أغزو العالم القديم كله وابنيه من جديد على طريقتي الخاصة. قوتي ما كانتش بس في عقلي، كانت كمان في قلبي وجرأتي. وأنا لسه عندي 13 سنة قدرت أروض الحصان بوسيفالوس، الحصان الأسود الجامح ده اللي محدش من كبار فرسان مقدونيا قدر عليه. أنا الوحيد اللي فهمت اللي هم ما فهموش، إنه مش خايف منهم، ده خايف من ظله. فوجهته للشمس وهمست في ودنه، ومن اللحظة دي بقى حصاني ورفيقي اللي ما فرقنيش في كل حروبي، كأنه نص روحي التاني. سنة 336 قبل الميلاد، وفي عز ما أبويا كان بيجهز لغزو الإمبراطورية الفارسية، طعنوا الغدر في ظهره، اغتيل في حفل زفاف أختي. فجأة لقيت نفسي وأنا عندي 20 سنة بس ملك على مقدونيا، وعلى كتافي حلم أبويا اللي مكملش، ومسؤولية جيش من الأبطال مستنيين مني كلمة. كان لازم أثبت لهم إني مش مجرد عيل، بل أنا الإسكندر. أول حاجة عملتها إني قضيت على كل اللي فكر ينافسني على العرش بمنتهى القسوة والحزم، مفيش مكان للضعف في عالم الملوك. وبعدين لميت جيشي، جيش مقدونيا الذي لا يقهر، وبصيت في عيونهم المليانة حماس وصرخت فيهم: ورايا على آسيا، هنرجع لليونان كرامتها، وهنخلي اسم مقدونيا يتردد في كل ركن من أركان الأرض. وفي سنة 334 قبل الميلاد عبرت بجيشي مضيق الدردنيل. أول مواجهة مع جيوش الفرس كانت عند نهر الجرانيكوس. كانوا فاكريني شاب طايش ومغرور، قدت هجوم الفرسان بنفسي، كنت في قلب المعركة وكنت هموت، بس انتصارنا كان ساحق. النصر كان هو المفتاح اللي فتح لي أبواب آسيا الصغرى كلها.
المواجهة الحقيقية كانت مع الإمبراطور الفارسي داريوس الثالث نفسه في معركة إيسوس. جيشه كان زي البحر أضعاف جيشي، بس أنا كنت عارف إن قلب أي جيش هو قائده. ركزت هجومي كله على مكان داريوس على عربيته الذهب. لما شاف الموت بيقرب منه هرب زي الأرنب وساب جيشه وعيلته كلها وراه. وقعت أمه ومراته وبناته في إيدي، بس أنا عملتهم كملكات، وده لأن حربي مع الرجالة مش مع الحريم. بعد إيسوس ما جريتش ورا داريوس على طول، لا، بذكاء قررت أمن ظهري الأول وسيطر على ساحل البحر المتوسط كله علشان أقطع أي مساعدات ممكنة للفرس من البحر. حاصرت المدن الفينيقية العنيدة زي صور وصيدا، ودخلتها بعد مقاومة عنيفة. حصار صور ده كان ملحمة لوحده. بنيت جسر في البحر علشان أوصل لها، وبعد كده اتجهت جنوبا نحو أرض الأسرار والحضارة، نحو مصر. المصريين استقبلوني كمحرر لا كغازي، لأنهم كانوا بيكرهوا الحكم الفارسي. احترمت آلهتهم ومعابدهم، وسرت في الصحراء لأيام علشان أوصل لواحد سيوة واستشير كهنة أمون. هناك في قلب الصحراء أعلنوني ابن أمون. ما كانتش مجرد مجاملة، دي كانت تأكيد للي أمي كانت بتهمس بيه في ودني دايما. وعلى شط البحر في مكان عبقري اخترته بنفسي حطيت حجر الأساس لأعظم مدينة في العالم، المدينة اللي هتشيل اسمي وذكراي للأبد، الإسكندرية. بعد مصر جه وقت الضربة القاضية. قابلت داريوس تاني في معركة جو جميلة الحاسمة، وده كان في قلب الإمبراطورية الفارسية. مرة تانية جيشه كان أكبر، بس جيشي كان قلبه أقوى وإيمانه بيا لا يتزعزع. بخطط العبقرية وتكتيكات المطرقة والسندان اللي أتقنتها فتحت فجوة في صفوفه وهجمت عليه مباشرة، وبرضه هرب. بعدها بشوية اتقتل على إيد واحد من قواده الخونة، وبكده إمبراطورية الفرس العظيمة بقت بتاعتي، وأنا بقيت ملك آسيا. لكن أنا ما كنتش بشبع من الفتوحات. كل ما أوصل لنهاية ألاقي بداية جديدة. فضلت مكمل شرق، دخلت أفغانستان وباكستان ووصلت لغاية أرض الهند العجيبة. حاربت ملوك هند شجعان زي الملك بوروس وفيلته اللي بهدلت جيشي. كنت عايز أكمل لغاية ما أوصل لنهاية العالم. كنت عايز أشوف بعيني آخر حتة في الدنيا. لكن جنودي رجالي المقدونيون اللي كانوا معايا من اليوم الأول تعبوا، أو قالوا كفاية يا اسكندريوس، شفنا معاك كل حاجة وفتحنا العالم، بس احنا عايزين نرجع لبيوتنا وعيالنا. غضبت منهم، اتهمتهم بالجبن، لكن في الآخر فهمت إن حتى الإسكندر الأكبر ما يقدرش يحارب لوحده. وافقت أرجع، وفي طريق العودة رجعنا لبابل، المدينة اللي كنت بحلم أخليها عاصمة إمبراطوريات الجديدة اللي هتجمع بين الشرق والغرب. بيقولوا إني غيرت التاريخ. أيوة، عملت كده. الإرث اللي سبته ما كانش مجرد أرض محتلة، ده فكر وتكتيك وبصمة هتفضل للأبد. القادة العظام اللي جم من بعدي، من يوليوس قيصر في روما اللي كان مهووس بقصتي وبيقرأ عني كل يوم، لغاية نابليون بونابرت في فرنسا، كانوا كلهم بيدرسوا خططي ومعاركي وبيحلموا إنهم يكونوا زيي. أنا اللي حطيت أسس فن الحرب لقرون طويلة. تكتيك المطرقة والسندان، الهجوم الجريء في قلب جيش العدو، كلها أفكار خرجت من عقلي أنا. وحتى في عصركم ده السينما لسه بتحاول تحكي قصتي وتفك شفرة شخصيتي. المخرج أوليفر ستون في فيلمه الإسكندر حاول يغوص في أعماق نفسي المعقدة. أظهر علاقتي بأمي، بأبي، بحبيبي وصديق عمري هيفاستيون. حاول يظهر شكوكي وصراعاتي الداخلية. صحيح إنه ما ظهرش كل الحقيقة، وصحيح إن ناس كتير انتقدوه، لكنه أظهر للعالم إن قصتي مش مجرد حروب وانتصارات، دي دراما إنسانية عن الطموح والحب والخسارة والبحث عن المعنى. قصتي مادة خام لكل فنان عايز يتكلم عن العظمة والجنون.
كنت لسه بخطط، كنت بجهز لحملات جديدة للجزيرة العربية، لشمال أفريقيا، لأوروبا. كنت لسه بحلم، لكن الموت العدو اللي محدش يقدر يهزمه كان ليه رأي تاني. في عام 323 قبل الميلاد وأنا في بابل عييت فجأة، حمى شديدة كلت جسمي، وفي كل يوم أنا الإسكندر اللي دوخ العالم نمت نومتي الأخيرة وأنا عندي 32 سنة. هل مت مسموم؟ هل الملاريا؟ هل هو إرهاق السنين والحروب؟ محدش يعرف الحقيقة الكاملة، لكنهم سابوني أموت. وبمجرد ما لفظت آخر نفس، قادة جيشي صحابي اللي حاربوا معايا بدل ما يكملوا حلمي اتقتلوا على إمبراطوريتي زي قطيع من الديابة الجعانة. قطعوها بينهم ودخلوا في حروب استمرت سنين طويلة. حلمي بإمبراطورية عالمية واحدة موحدة بتمزج بين عقل اليونان وسحر الشرق مات معايا. ودلوقتي بعد أكتر من 2000 سنة الناس لسه بتسأل مين هو الإسكندر؟ هل كنت بطل عظيم نشر الحضارة وحاول يوحد العالم تحت راية واحدة من المعرفة والتسامح؟ ولا كنت مجرد غازي دموي متعطش للمجد دمر حضارات وقتل آلاف الأبرياء عشان يرضي غروره وطموحه؟ الحقيقة إني كنت الاتنين. كنت ابن عصري، عصر القوة والمجد والسيف، وكنت كمان سابق لعصري. أنا كنت الحلم والجنون في نفس الوقت. حلمت بعالم مفتوح بثقافة عالمية بتمزج بين أحسن ما في الشرق والغرب، بس عشان أحقق الحلم ده مشيت على بحور من الدم. دي هي طبيعة العظمة في عالمكم، دايما ليها وشين، وش منور ووش ضلمة. وفي الآخر بعد كل الحروب والفتوحات دي إيه اللي فضل مني؟ بقى اسمي أسطورة، وقصتي بتتحكي لغاية دلوقتي، والمدن اللي بنتها وعلى رأسها مدينتي الإسكندرية فضلت منارات للعالم والثقافة لقرون من بعدي. يمكن هو ده الخلود الحقيقي. التاريخ مش بيحكم على الواحد بنواياه، بنتائج أفعاله، وأنا أفعالي غيرت شكل العالم للأبد، سواء للأحسن أو للأسوأ. أنا الإسكندر، الشاب اللي حاول يبلع الدنيا، فالدنيا في الآخر هي اللي بلعته. ودي كانت حكايتي زي ما أنا فاكرها، وزي ما التاريخ يمكن يكون عايز يفتكرها. ولغاية ما نتقابل تاني في عالم تاني يمكن، أو في قصة جديدة من حكايات نسمة صوت، اسألوا نفسكوا دايماً إيه حدود طموحكم، ولغاية فين مستعدين تروحوا علشان تحققوا أحلامكم.